كل 10 ثواني في نجم ما بينفجر في مكان في الكون وبيطلع منه جسيمات زي الجسيم ده أصعب وأكتر جسيم غامض في علم الفيزياء كله، ولمدة المليار سنة الجاية بيفضل ماشي في خط مستقيم كده على طول. من كتر ما هو صغير جدا بيقدر يعدي من جوا النجوم والكواكب وحتى الحوائط وحتى انت شخصيا من غير ما يخبط في أي حاجة. لكن الجسيم ده بالذات في يوم من الأيام هو بيطير وبيخترق كوكب الأرض بالكامل، فجأة بالصدفة البحتة هو بيطير يخبط في بروتون جوا جزيء المية هنا بالضبط قدام سواحل صقلية. في المكان ده بنوا جهاز عملاق، لما بيبدأ يخبط في البروتون بيتحول لجسيم أثقل وبيطير جوا المية بسرعة أسرع من سرعة الضوء نفسه جوا المية، وده بيعمل زي انفجار صوتي بس من الضوء، وبتقدر الحساسات الخاصة دي تلقطه على طول. وبعدها في جهاز الكمبيوتر اللي على الشاطئ بيقدر يرجع بالزمن ويحدد الجسيم ده جا منين بالظبط في الكون، وده بيساعدنا نشوف ونفهم الأحداث اللي بتحصل في العالم بتاعنا. وبس كده صديق، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. سلام.